رفع علم إدارة جالمودوغ في مدينة دوسمريب يرمز إلى إنهاء سنوات من الجفاء والخلاف بين الإدارة وتنظيم أهل السنة والجماعة ذي التوجه الصوفي. طي هذه الصفحة جاء عبر اتفاقية وقعها الطرفان ورعتها الحكومة الصومالية ومنظمة إيجاد الإقليمية، وينص الاتفاق على أن تخضع جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيمه لسلطة جالمودوغ. ما نحتاج إليه هو أن نتعاون ونتعلم كيف نتنازل لإخواننا، وهذا ما قمنا به. لذا ننتظر من المجتمع الدولي والحكومة الصومالية مساعدتنا لإتمام تنفيذ هذه الاتفاقية وتطوير هذه الأقاليم. الرئيس الصومالي الذي توج زيارته التفقدية في الأقاليم الوسطى بحضور حفل تنفيذ الاتفاقية اعتبرها خطوة جريئة من الأطراف المعنية، وقال إنها ستكون بداية لمصالحة أشمل. هذه الاتفاقية تمهد الطريق لدمج بين الإدارتين والقوتين لمحاربة واستئصال هذه المجموعة المؤذية لشعب الصومال وإخراجهم من المناطق التي يسيطرون عليها. الحكومة الصومالية تبذل قصارى جهدها في مساعدة الإدارة في تنفيذ هذه الاتفاقية وإعادة بناء المؤسسات. ظلت الأقاليم الوسطى بؤرة توترات ومواجهات بسبب تنوع القبائل القاطنة فيها وتعددها، وألقت المواجهات المفتوحة مع حركة الشباب أيضا بظلالها على طبيعة الصراع في الإقليم. تعول إدارة جالمودوغ باتفاقها مع تنظيم أهل السنة والجماعة على قوته العسكرية لمحاربة حركة الشباب التي ما تزال نشطة في المنطقة. تنظيم أهل السنة والجماعة بدأ عمله العسكري ضد حركة الشباب المجاهدين عام 2008 ردا على ما سماه تعديات الحركة على رموزه الدينية، واستطاع التنظيم انتزاع مناطق واسعة من الحركة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية ولا سيما في الأقاليم الوسطى. ولعل الاتفاق الأخير بين أكبر قوتين في الإقليم قد يخفف من حدة النزاعات دون أن ينهيها في المدى المنظور على الأقل. جامع نور، الجزيرة، دوسمريب.